جايبه لكم فيديو النهارده يعني هيبقى غريب شويه على ناس كتير. طب وانت ليه بتغسليه؟ اقول لك ليه بغسله. شايفه الميه دي؟ شايفه الميه دي غسله الورق العنب. والله شايفين لون الميه يا جماعه؟ ازاي انا اعينه من غير ما اغسله؟ ناس كتير بتلفه في استريتش راب وتاخده تعين. يلا هنقول كده بسم الله ونقول عملنا ايه. انا جبت ورق العنب، رصيته عادي ورقه فوق ورقه فوق ورقه، واخد شويه شويه في الميه. طبعا بعد ما تكوني عقمت الحوض وغسلتيه كويس بحط السداده واملى ميه وابدا اشطف ورق العنب. والله الميه دي من غسله الورق العنب. انتوا شايفين لونها؟ شايفين كميه التراب والوسخ اللي نازل فيه؟ انا بمسك شويه شويه كده في الميه وافضل اشطف فيهم. دي اول شطفه، حبه كده حبه. تعبتي هاتي كرسي كده واقعدي، وهاتي بوله قدامك كبيره اعملي فيها. لكن عمري ما عين الورق من غير ما اغسله. انت بتضري صحتك جامد. شايفه بقى الرمل كمان؟ يعني كمان في رمل اهو. شايفين المنظر؟ انا بقى هشطف الحوض تاني حلو قوي، وهبدا املاه. وفي الشطفه التانية احط له شويه خل، او احسن احط له شويه الخل في الشطفه الاولانيه، على اساس الخل ما ياثرش في تخزين ورق العنب واحنا بنعين، بس هو مش هيضر يعني. المهم انا بملى ميه تاني واقعد اخدهم تاني كده واشطف. هنلاحظ بقى، نشوف الميه في الشطفه التانية لونها ايه. هتلاقي لونها رايق وجميل طبعا، مش لونها اسود زي المره الاولانيه. فما تقوليليش انا همسك الورق العنب والفه في استريتش راب وعينه كده في الفريزر، تعينيه من السنه للسنه والورقه تمتص كل التراب وكل الفضلات، الطيور بتقف عليه، وبلاقي عليه والله فضلات طيور. يعني بتلاقي حاجات غريبه في الورق العنب. ازاي انت تعينيه كده؟ اهو شايفين انا بمسك بقى شويه بشويه واشطف طبعا عشان الرصه اللي انا عاملاها. طب هو مش هيجرى له حاجه لما انت بلتيه وراح تحطيه تقولي لي في استريتش راب؟ والله انا كل سنه بعمله كده، ولا بيبوظ ولا بيجرى فيه اي حاجه يا جماعه. صدقوني على ضمانتي. اتمنى الفيديو يفيد الجميع. مع السلامه.